السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده من وصفات من يد مغربيه. كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اجيو معايا نحضروا الكعك المسفيوي بطريقه جد مبسطه، كيجي رائع بنين بزاف ومقرمش. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه بالصحه والعافيه. قبل ما ندوزو للتفاصيل ما تنسيش اختي واحد جيم الله فيديو، البارطاج والاشتراك في القناه الا كنتي اول مره كتشوفيها. مرحبا بك. ودابا نشوفوا التفاصيل وفرجه ممتعه. بسم الله. غادي نحتاجو 2 كيسان عنبه من السكر حبيبات. في العاده 2 كيسان د العنبه، لكن انا واحد الكاس نقصت منه شويه باش ما يجيش حلو بزاف. الا كتعجبكم الحلاوه ديروا 2 كيسان د العنبه ديال السكر حبيبات. غادي نحتاجو نفس القياس، يعني 2 الكيسان د العنبه من الزيت النباتيه. غادي نحتاجو كاس د العنبه من عصير البرتقال، يعني الليمون معصر. 2 كيسان د العنبه ديال الماء دافي، يكون سخون شي شويه هكا ما يكونش بارد. غنحتاجو 3 د المعالق حتى ل4 ديال الزنجلان اولا السمسم يكون محمر. غادي نحتاجو 3 د المعالق كبار يكونوا معمرين مزيان من النافع وحبه حلاوه، الا بغيتو صهدوهم شويه في المقله باش كيعطيو الريحه اكثر. غادي نحتاجو مبشور برتقاله، يعني القشره ديالها محكوكه. قبيصه ديال الملح. غادي نحتاجو واحد الساشي ديال الفاني. وغادي نحتاجو 2 خمارات من وزن 7 أو 8 غرام، انا عندي هذا فيه 15 غرام. بالنسبه للدقيق انا عندي هنا كيلو ونص ديال الدقيق. في الاخير غادي نقول لكم شحال دخلت في هذه المكونات هذه كامله. غادي ناخذ واحد الكسعه وغادي نخدموا فيها المكونات كاملين الا الخميره الكيماويه والدقيق. من طبيعه الحال غادي نضيفوهم من بعد كيف كتشاهدوا. صافي، غير غادي نتاكد باللي المكونات انسجموا مع بعض. غادي نبقى نضيف هكا الدقيق بالتدريج، ما تضيفوش دفعه واحده، غير بشويه. وغادي نغربل ديك الخميره الكيماويه، ضروري خصها تغربل. وغادي نبقى نخدم العجين ديالي وانا كنضيف الدقيق حتى غادي نحصل على واحد القوام اللي يكون رطب وما يكونش قاصح بزاف. ما تقصحوش العجين بزاف باش يجيكم الكعك خفيف. وهنا كالعاده كنسرع المقاطع باش ما يجيكمش باش ما يجيوش طوال بزاف. غادي نستمر هكا حتى غادي نجمع العجين ديالي. كيف قلت لكم ما تقصحوش بزاف، يعني ما يكونش جاري وما يكونش زعما كيلصق في اليدين، وفي نفس الوقت ما يكونش قاصح بزاف. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. هنا كيف كتشوفوا غادي نبدا نخرج العجين ديالي. نتوما كتحكموا في القياس، بغيتو الكعك كبير اولا متوسط اللي بغيتو. هاد الماكينه ضروريه، يعني هي اللي كتخدم الكعك مزيان. كتخرج العجين ديالو خفيفه، ما كتخرجش هكا ثقيله وكتقهم. صافي، حيت غادي نسالي هكا الكميه ديال العجين. ضروري خصو يتغطى باش ما كيشربوش البرد. وغادي نخدموا الكعك ديالنا بهذه الطريقه هذه كيف كتشاهدوا، كيف هو موضح في لا فيديو. غادي نخدموا هاد الجوانب هكا، كنحربلوا وكنرققوا الجوانب. ضروري خصهم يترققوا كيف كتشاهدوا باش كيجي الكعك مفيني. هنا غادي نضغطوا واحد الضغطه خفيفه على العجين، غير من جهه واحده، بحال غادي نهبطوه وننزلوه شويه لتحت باش يسهل علينا نشرطوه بالسكين. وفي نفس الوقت كيعطي واحد الشكل اللي هو زوين. ما نقيسوش دوك الجوانب اللي مسننين، حيت في الاخر غنحطو وحده على وحده. ضروري نبقاو نرشوا الدقيق وحنا كنخدموا باش ما يلصقش لينا العجين. هذا هو المنقاش باش كنقش. راه كاين عند بائع مستلزمات الحلويات، يعني راه مشهور وكاين موجود. غادي نبقى ندوزو ضروري في الدقيق باش ما يلصقليش في العجين. غنبقى نضرب ضربه حدا ضربه كيف كتشاهدوا.
صافي وكتخدموه بهاد الطريقه هادي. وغادي نثبتو واحد على واحد هكا بهذاك المنقاش، يعني بالجنب ديالو. وصافي غادي نستفوهم في اللاطه اللي غادي تدخل للفران. هذا هو الشكل ديالو، كيجي رائع. غادي نعاود معكم وحده على السريع. الفران في هذه الاثناء راه مسخن على درجه حراره 180. ضروري خصو يطيب على عافيه مهيله، مشعول الفوق والتحت، عافيه مهيله باش كيجي مقرمش وكيجي مذهب. الناس ديال الاسفي راه كيطيبوه في الغالب في الفران ديال الزنقه، وحنايا راه قضينا غير بالفران ديال الدار، ما عندناش حنا الفران الزنقه هنايا. راه ساهل البنات، غير جربوه كيجي غزال وكيجي مقرمش وبنين بزاف. صافي غادي نستمر هكا حتى غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي، ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا الشكل النهائي. وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الكعك ديالنا. كيف شاهدتوا في التقديم كيجي رائع، كيجي بنين بزاف، والرائحه في الدار ما نقول لكمش. يا سلام. دابا غادي نقطع معكم وحده وشوفوا كيفاش كيجي. ان شاء الله انا متاكده الا جربتوه غادي يعجبكم. شكرا لكم على حسن المتابعه. تحياتي لكم جميعا اينما كنتم. تهلاو في راسكم. مع السلامه.